يا صباح الفل والهنا والسعادة عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وصحة وسعادة. احنا نعمل النهاردة ان شاء الله كده الكبدة البانيه. بس ايه، لما تروحي للجزار ما تخلوش يقطعها لك ايه شرايح، يعني خليهولك يقطعهولك كده ايه صوابع. شايفة الصوابع دي اهي؟ صوابع كده. قولوا قطعها لي صوابع، صوابع زي كأنك هتعملي كده بانيه من اللي هو بصي جميلة ازاي. بصي قطعيها صوابع، ما تقطعهاش حتت يعني كده اهي، وتخينة شوية مش خفيفة. خلاص انا مسكتها لفتها بالخل. ما تغسليش الكبدة خالص ولا تحطي ايدك فيها. كل اللي هتعمليه تروحي حطاها في مصفى، وهكب عليها يجي نص كوبايه خلي كده، رشها من فوق هتنزل كل الدم الزفاره اللي فيها. مش هيبقى فيها زفاره، لكن تحطي ايدك فيها غلط. وهنا حطيت نص كوبايه ميه دافيه دافيه. تمام. وهنا اللهم صل على النبي، فلفل اسمر وزعتر وتوم وجنزبيل وكمون وندعة قرفة. القرفة بتخلي ريحتها حلوة، حتى لما تيجي تقليها بتبقى طعمها جميل قوي. ولا بيض بقى ولا لبن ولا كلام من ده خالص. انا هحط اقتصادية وسهلة اهو. تحطيهم كده فوق ايش شوية المية اللي انت حطاها. وهنا هتحطي كده ايه على قد ما تاخد دقيق، ادي كده معلقتين اهو قدامكم اهو. انا بعمل كده ايه عشان تشوفوا خدت كام معلقة. ادي كده ايه 4، ادي 5. وهقلبها كده كويس. واحط الملح طبعا حسب رغبتكم، عايزه تحطي شطه حطي براحتك يعني. شايفه اللي بيها لحد ما ايه ما يدوب الدقيق خالص، ما يبقاش فيها ايه ريحه الدقيق اهو. اوعي تنسي ايه معلقتين الخل برضو تحطيهم مع الخل مع الخلطه دي. انا حاطه هنا ليمون وتوم وخل، بس برضو هحطي في الخلطه دي معلقتين 2 بس خل. تمام. شايفين خرة الدم اللي فيها كله اهو، ما خليتش فيها حاجه. وقبل كده كبه منها برضو كده، وحطيتها هنا بقى في الخلطه اللي قلت لكم عليها ديت. بصوا احلى خلطه بقى تعملوها في منتهى الجمال. ولا تحطي بقى بيض ولا هي اذا كانت هي الكبده بتبقى تدي زفاره يعني بسيطه كده. هتحط لها بيض تزفريها اكتر؟ لا، هي كده حلوه قوي من غير بيض، اقتصاديه وجميله اهي. سيبها بقى في التلاجة كده ايه قيمه ساعتين 3. لو بيتيها بتبقى احلى كمان اهو. خلاص كده انت كده عملت الخلطه بتاعتها. ولا تحطي دقيق تاني ولا بانيه ولا كلام من ده ولا اي حاجه، ولا بتاع ده بقسماط ولا حاجه. هو كده عسل قوي. شايفه جمالها؟ بصوا اهو. تقلبيها كده وتسيبيها. هو ما فيش الا التوم، ما حطيتش بصل، انا حطيت توم بس اهو. تيجي تقليها بقى اما اجي اقليها اوريها لكم اهي. تسيبيها بقى كده في الخلطه بتاعتها ديت ايه، تاكل منها تشرب منها كده وتبقى جميله. اتفرجي بقى على احلى كبده، طريقه جديده وجميله. يلا يلا بينا حبايبي نقليها بقى. انا حطيت نصها بس يعني هعمله علشان خاطر هي بتتاكل سخنه. وحطيت الزيت على النار اهو. حطيت طبق عشان احط فيه. تمام. انا كده اشيل. بصي بعد ما اتلفت بالحاجه اللي هي فيها. بصوا جميله ازاي. انا بعمل بايدي يا جماعه، محدش يعيب عليا اهو. حطي كده في الزيت، ولا بقى تعملي بتاع دوت تحطها في دقيق ولا بيض ولا كلام من ده اهو كده، وتحط على طول. بصي جمالها. كلي بقى احلى كبده بالبانيه اهي، واحده بواحده كده على طعمها بقى. اتفرجي على الطعم بتاعها بقى وقولي ايه صح كلامك مظبوط. انا عليت النار شويه. خليه اقطعها لك شرايح كده. بتعمل كتير، وغير كده كمان بتبقى ناشفه ناشفه من بره وطريه من جوه، احسن من البانيه اللي هو بيبقى مبطط ده. شويه كده اهو. وهتقليها وتتفرجي بقى على طعمها وادعيلي قولي اه صحيح كلامك مظبوط. هي طريقه جديده ولا كلفتك ولا حاجه، لا بيض ولا لبن ولا كلام من ده خالص اهو. تملي الطاسه كده متاخدش زيت ياما والله، ده شويه الزيت اللي كانوا في الازاز وحطيتهم.
بس كان نفسي تبقوا موجودين وتشموا الريحه دي. شويه الزعتر اللي انا حطاهم مع الكبده، وحط لها معلقه بيكنج باودر في الخلطه. خلي بالك نسيت اقول لك، معلقه بيكنج باودر مع دقيق. اتفرجي قلبي كده واتفرجي على جمالها، وبيبقى فيها بركه ياما والله. بيبقى فيها طعمها عسل العسل، طعمها جميل جدا. وبعدين الربع يعمل لك حباية، يعني دولت يعتبر ربع وشويه اللي معمولين دول، وغير اللي في الطاسه، عشان هو كان كيلو الا ربع وقسمته. شايفين الجمال؟ شايفين يا حبايبي؟ بصوا البتاع طعمها ولا ريحتها، والله العظيم جميله جدا. احلى من المقليه، احلى من الكبده العاديه، واحلى من البانيه المبطط ده. والطريقه دي جميله، ما فيهاش زفره خالص، ما فيهاش بيض ولا لبن ولا كلام من ده. يا دوبك بس شويه الدقيق وشويه البيكنج باودر والحاجات اللي قلت لكم عليها دي، فلفل الاسمر والكمون وشويه زعتر وشويه جنزبيل وشويه بتاع دوت كركم، على معلقه بابريكا صغيره، على الملح. بصوا تلاقوا بقى طعم الحاجه في منتهى الجمال، على الليمون طبعا والخل معروفه دي. شايفين الجمال؟ بصوا منظرها جميل ازاي. عايزه بقى تخليها طريه خالص، يعني تاكليها طريه مقليه برضو بس طريه، علي النار. عايزاها تقرمش، وطي النار شويه. تمام. وعملت شويه مكرونه شويه سلطه اهم. اكله في منتهى الجمال، يعني ده يعتبر ربع كيلو وشويه، حاجه بسيطه. بصوا جماله. يلا اعملوه كده بقى وادعوا لي، يلا واعملوا لايكات بقى واشتركوا يا جماعه. والله القناه مش هي خالص، والله بفكر الغيها كل مره واقول يا بنتي كملي وخلاص. شايفين؟ بصوا الجمال. يلا مع السلامه حبايبي، تعملوها كده وتاكلوها في الهنا يا رب. مع السلامه.